ان اهم حاجه انه في حاجات مخصوص بالسوق اللي بترفع الاشعه بتاعت الفيتامين دي للطير. وحاجه ثانيه، نحن غرفه ما فيش شمس، نحن نعوض الطير عن فيتامين دي، نديله فيتامين دي بالميه. يعني نحن ندي كل 10 ايام ندي كورس 3 ايام، دي لو غرفه ما فيهاش شمس. دلوقتي نتكلم عن موضوع الاضاءه. موضوع الاضاءه، نحن عندنا طيورنا دلوقتي داخله بخيار الريش. انا ازود ساعات النوم للطيور عشان الطير هو الجسم بتاعه بيستنزف طاقه كبيره، بياخذ الاحماض، بيسحب الاملاح، الطير بيتعب. فنحن بنزود ساعات النوم، نحن بنزودها، بنخلي ساعات اللي صاحي فيها الطير مش اكثر من 9 ساعات. خلصنا من موسم القلش، عايزين نخش موسم التكاثر. موسم التكاثر نبتدي نرفع الساعات، نبتدي معاهم واحده واحده، كل يوم نزود حبه كده عبين ما نوصل لل 14 ساعه. 14 ساعه دول اضاءه. نحن دخلنا ان موسم القلش والراحه تمام من 9 ل 10، من 9 ل 10 ساعات. احنا خلاص دي عدينا 9 10 ساعات دي بتاعت القلش. في مصر الفتره دي امتى بتبدا معانا؟ من شهر 6 موسم طرح الريش، وبعد كده معاك موسم الراحه من اول شهر 9 لغايه شهر من 8 9 10 دول موسم الراحه. ابدا من من نص 9 في اول 10 ابتدي اخش على مرحله التزاوج بقى. تمام. كانت الدرجه، كان عدد ساعات الاضاءه عندي كانت 10 ساعات، نوصل فيها لل 14 ساعه. ابتدي اعمل تدريج واحده واحده. ممكن ادي تشوك بس في اول شهر، بروح مدي ساعه او ساعتين مره واحده، يبقى عندي بدل ما كانت 8 هخليها 10. تمام. وابتدي اطلع كل اسبوع ربع ساعه. ودي فكره استخدامات التايمرات، ان انا يبقى عندي تايمر اظبط بيه الاضاءه بتاعتي. لان انا موسم تكاثر الكناريا مختلف عن درجه دوره الشمس. دوره الشمس عندنا بتيجي في الشتاء عدد ساعات الاضاءه بتقل عكس الصيف. تمام. العصفور في الصيف لما تيجي الساعات بتزيد، هو كده استوعب ان هو داخل موسم تكاثر، لان هو موسم التكاثر بتاعه في الربيع، ساعات الشمس بتزيد، فهو كده تكاثر. لا، احنا بنقول له لا، تعالى احنا اللي هنديك عدد ساعات الاضاءه بتاعه الربيع اللي انت بتدور عليها في الربيع، بس في الشتاء، لان موسم الشتاء بالنسبه لنا مقارنه بدول اوروبا هو ده الموسم الافضل في التزاوج. اللي احنا دلوقتي اتكلمنا ان نوصل لل 14 ساعه. اللي احنا طلعنا من موسم خيار الريش، وصلنا طلعنا واحده واحده، وصلنا لل 13 ساعه. ده بيكون قبل موسم التجاوز بخلال اسبوع او 10 ايام. انت عايز تجمع الذكوره مع النتي، اللي احنا وصلنا لل 13 ساعه، عايزين نخش لل 14 ساعه. انا بالنسبه لي بدخل باليوم ده، انا كنت اطلع مثلا كل يوم 10 دقائق عبين ما وصلت من 9 لل 13. دلوقتي انا عايز اخش على طول، فاجمع، ما فيش معي اسبوع عبين ما اوصل الذكوره مع النتي. فانا بطلع من 13 لل 14 الساعه دي في يوم واحد. انا عايز الطير بيحس بالتغيير، التغيير المفاجئ. بزود الخلطه، بتقلها عشان الطير الكناري يحس هو بحاجه جديده عليه. فهم انه دلوقتي انا دخلت بموسم تكاثر. زودت الساعه دي بذور الزيتيه، زودنا بذور الزيتون، الكتان كامله بنزود عليها النايجر والكلام كله. بذور الطاقه عموما احنا لا هنزود برضه ايه نسب. دي كل خلطه ولها نسب. النسب دي بقى يكلمنا عليها، دي حاجه ثانيه. نسب هيثم عباس يعني. دي الاستاذ هيثم هو بص، هو النسبه الدارجه انها مش موضوع بيع وشراء. النسبه دي هذا موضوع طويل يعني. 90% 10%، 90% فلارس، 10% بذور طاقه. ده كده نسبه البذره الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها عموما طول السنه. باجي بس في موسم التكاثر بالظبط كده. انا بنتكلم مثلا، هنتكلم في يعني في حجم اكبر، مثلا 9 كيلو فلارس عليهم كيلو بذور طاقه. تمام. هاجي بقى في موسم التزاوج، بخلي النسبه 70 30 80 20. كل مربي بيبقى هو ليه وجهه نظره، او هو عود عصفوره على ايه. تمام. طبعا بذور الطاقه اللي هي من اهم البذور الموجوده، تبقى لازم بذره النايجر موجوده، بذره الكتان موجوده عشان الريش، بذره الفجل، بذره اللفت، الشوفان. بالنسبه لنا مش هم دول الاساسي، هم موجودين وينفع يتحطوا، مش هقول لا. دي فيها نسبه كربوهيدرات عاليه شويه. البذور الزيتيه عشان هي ايه؟ عشان تسخن الطير، تدفيه. الدنيا شتاء، البذور الزيتيه بتدي دفى للطير، انه هو حساس وضعيف وتربيته صعبه الحقيقه. ولكن الحقيقه بالعكس تماما. لو فهمت احتياجات العصفور حتوفر على نفسك كثير من المشاكل. عصفور كناري عصفور مناعته قويه، يمكن يصل ل 10 و15 سنه معمر. في البدايه اول حاجه اللي احنا نتكلم عن موطن الكناري. الكناري يستوطن في جزر الكناري والازورس وماديريا في شرق المحيط الاطلنطي، يتواجد في تينير ولاجوريا
اما بيئه طيور الكناري في غابات الصنوبر وغابات الغار والكثبان الرمليه. الحاجه الثانيه اللي حنتكلم فيها مواصفات مربي الكناري. عندما يحصل اطفالنا في المدرسه على درجه جيد نطمح بان يكون افضل، وعندما يحصلون على ممتاز نطمح ان يكون ممتاز جدا. وهذه مواصفات مربي الكناري. الطموح هو اهم حاجه، الطموح ودائما الارتقاء بالتربيه نحو الافضل. على المربي الاهتمام بطيوره، طعام، شراب، استحمام، تنويع الاغذيه، الشمس، كل ما يلزم الطيور. المربي يجب عليه أن يكون له نظرة لطيوره ويكون لديه المعرفة بطريقة تقديم الأغذية وطريقة علاج الطيور. ثلاث حاجات مهمين جدا: اهتمام بجودة التغذية، احترام مواعيد الإضاءة، إبعاد الطائر عن تيارات الهواء، وأهم حاجة الحشرات. احنا ثلاث نقط دول كده في التفصيل، ده سؤال مهم جدا. يعني جودة التغذية، أهم حاجة نقدم البيض بالبقسماط أو خلطات. دي مثلا بتعدي بعد الأسبوع من عمر الزغاليل. يعني نحن أول حاجة بنخلي الزغاليل كلها على البيض. بعد الاسبوع بنوزع، نبتدي نزود الجزر، بروكلي، بننزل بروكلي، بننزل بكتيريا نافعه، خمائر في المعده عشان تقويه معده الزغاليل. خمائر عشان المعده، الخمائر في منتجات مخصوص للخمائر، خمائر جاهزه. موجوده وحتى حتى الاكل، حتى البشري ينفع انك تستخدمه في حبايات بشري، تطحنها وتضيفها على الخلطات برضه. الخميره بيره كويسه جدا، بس يعني حاجه اسمها بكتيريا. على فكره في ناس كثير ومربين كثير واخذين فكره عن العيش انه هو من الحاجات الحلوه تتقدم للكناري. هو بالنسبه لي انا او كثير مربيين، انا دي قاعدتي، انا ده غلط. لا، عايزين حاجه بدال البقسماط بنحط الكسكسي. كسكسي بدال البقسماط، بنحط شويه ميه سخنه، بنسيبه. الكسكسي المغربي ده هي احنا بنحط الحاجه دي عشان تسهل عمليه الهضم. انت قادره تضيفي الخميره على الميه، وفيك قادره تضيفيها على الخلطه برضه، وقادره تضيفي الكالسيوم على الخلطه، وقادره تضيفي البكتيريا النافعه اللي هي البروبيوتيك على الخلطه برضه. احنا على الميه موجوده في الصيدليه البشريه، موجوده عند الانسانات اللي برضه هنا في الحاجات البيطريه، موجوده هنا وهنا. بالنسبه للميه نضيف الحاجه عليها. الميه الطير حيشرب ايه؟ حيشرب سنتي 2 باليوم. طب ما انت لما تحط الخلطات، هو الطير حيخلص الخلطه كلها، فانت استفدت من الفائده كلها. الخميره، بالنسبه للخميره هي عشان تقويه الخمائر بمعده الطير. هي متوفره بصراحه بالاسواق وموجوده. هلا بالنسبه للبروبوتيك، هو اهم حاجه، هو اهم حاجه لمعده الطير، لمعده الطيور، انك انت تقوي البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه هي اللي بتقضي معك على البكتيريا الضاره. دي حاجه ثانيه، نقدم احواض عضويه وليس امينيه. الامينيه حاجه ثانيه خالص. الامينيه هي زي فيتامينات بتشتغل على الريش، على تقويه الريش. الاحماض العضويه، في احماض عضويه جاهزه زي او خل طبيعي، بس هو الاحماض العضويه الجاهزه بتجي بتركيز اعلى. بالنسبه عشان الامراض، يعني تقتل البكتيريا، تقتل الحاجات تمام. بالنسبه للبكتيريا النافعه، انت ما عندكش بديل، انت ما عندكش بكتيريا نافعه اللي هي البروبوتيك، او مش ملاقي بالسوق. نحن فينا نستعمل الحمص، منقوع الحمص. لنا حبايه حمص، كل مشربيه بتاخذ حبايه حمص. الحمص الشامل الحمص الشامل هي حبايه كده في المسقه واحده، بنغسله جامد، بيتغسل جامد، وبنقع كل حبايه على مشربيه واحده. او انت بتنقع قبل بيوم على لتر الميه 20 حبايه، بتسيبهم لثاني يوم، بتصفي الميه وبتملى المشارب كلها. دي بتقوي البكتيريا النافعه للطيور. معلقه زبادي، ممكن ميه زبادي على لتر ميه، دي بكتيريا نافعه ممتازه. هو اهم حاجه عشان احنا نخلص من موضوع الامراض، موضوع الامراض اللي هي بالطيور. طالما انت مشيت مع الطير صح، باذن الله موضوع الامراض الاهم حاجه نحن الاحماض العضويه، عشان نحن نضمن انه ايه، نظفنا معاه الطائر. الاحماض العضويه بالنسبه لي انا بشتغل عليها ازاي؟ انت دلوقتي حاطط وجبه بيض النهارده، انت حتوزع، انت الاسبوع بتاعك مرتين بيض، مره تفاح، مره خضره زي ما بيقولوا. انت دلوقتي حطيت وجبه، خلينا نقول البيض، نحن هنا ننزل معاها الاحماض بالميه، يا اما ننزل احماض عضويه يا اما ننزل خل. ليه؟ اول حاجه الاحماض العضويه والخل بتسهل عمليه الهضم، والبيض ثقيل على معده الطيور، والبيض حاوي على بكتيريا كثيره، يعني زي بكتيريا زي كوكسيديا، زي السلمونيا، زي الحاجات دي. فنحن لما ننزل الاحماض هي بتنظف زي ما بيقولوا معده الطير،
بننزله بنفس اليوم اللي بنحط فيه البيض. يعني انا لو احط مرتين في الاسبوع بيض بتنزل مرتين احماض بنفس اليوم اللي انت بتنزل البيض فيه. تمام. عندك انت يوم عايز تنزل تفاح، هنا بيوم التفاح انا بنزل حاجه ثانيه مثلا معاهم. انا بيوم التفاح اللي انا هحط فيه تفاح للطيور انا بنزل حاجه ثانيه بالمشربيه غير موضوع الخل والحاجات دي. بنزل كالسيوم، بنزل حاجات فيتامينات، بنزل الفيتامينات. الكالسيوم عايز فيتامين دي عشان يمتصوا الجسم. تمام. فيتامين دي انت لما تدي فيتامين دي بالمشربيه المفروض يكون معاه نازل معاه كالسيوم، او انت عايز تستعمل كالسيوم بالمشربيه المفروض تنزل فيتامين دي معاه. وفي عبوات جاهزه بتجي فيتامين دي وكالسيوم مع فيتامين دي 3 عشان يمتصوا الجسم. عرفت؟ الاضاءه بقى، موضوع الاضاءه اهم حاجه. موضوع الاضاءه عندنا يعني انت دلوقتي نحن عندنا غرفه اهم حاجه. الموضوع ده يعني الموضوع ده مهم جدا مش للكناري بس، بل جميع الناس اللي بتربي طيور وعايزه تحترف تربيه طيور وتخليها كبزنس وسايد بزنس في حياتها. يعني في ناس، في حد بيربي على اساس ان هو هوايه ليه، بس في حد بيربي عشان هو يستفيد. هلا بالنسبه لموضوع الغرفه، غرفه الانتاج مواصفاتها لا تقل عن 3 متر بالنسبه لغرفه الانتاج. المفروض تكون فيها شمس وتهويه صح. اهم حاجه بتربيه الطيور الكناري او اي طيور انه يكون التهويه صح. انت تفتح تهوي او تحط شفاط كل ربع ساعه يشتغل يوقف ساعه، ده الصح. بالنسبه لموضوع الصحه طير الكناري هو نفسه طير بيستحمل الساعه، بس اهم حاجه تيارات الهواء المباشره دي اهم حاجه. يعني احنا نبتعد عنها خلاص. طير الكناري هو بيستحمل انه التيارات بيستحمل البروده وبيستحمل تكلم من اوروبا يعني دلوقتي عندهم اقل من عندنا بكتير. تمام. يعني هو الصيف عندهم اللي هو فتره الربيع عندنا، هو درجه الحراره مثلا ما بين 25 30، هم ممكن 25 30 ناس كده احتمال حراري وتموت. احنا 50 60 الحمد لله، يعني هو فرق حوالي اختلاف درجات. وان شاء الله نكون استفدنا مع بعض وانتم حبايبنا واخواتنا.